ومرحبا جميعا. احنا اليوم بمغامره جديده ومكان جديد. لما نحكي دائما اكواريوم بيخطر على بالنا مكانين، بيخطر ببالنا دبي مول، وبيخطر كمان ببالنا اكواريوم اللي موجوده باتلانتس. لكن اليوم احنا بمكان جديد هو بالشارقه. الاكواريوم بتاعت الشارقه بصراحه بتفرق عن الاكواريوم الثانيه بشغله واحده، انه هنا عم بتضم بس الكائنات اللي بتعيش بالخليج العربي. راح اورجيكم على الخريطه المكانين اللي بنحكي عنهم. هاي المنطقه هي عباره عن الخليج العربي، وهون الاسماك والكائنات الحيه اللي بيجيبوها منها، والمكان الثاني هو خليج عمان اللي هو هون. اول محطه بتلتقي فيها هي شاطئ الخان، وهي المنطقه هي بتضم اسماك القرش. في اكثر من نوع سمك قرش موجود فيها، لكن كلهم بيتعايشوا بمنطقه الخليج العربي. انواع اسماك القرش الموجوده بالحوض هم هدول، وهي كمان سمكه قريبه منا كثير. المنطقة الثانية بتضم قنديل البحر أو اللي بنسميه نجمة البحر، وكمان جنبه مباشرة راح تلاقوا فرس البحر. يعني أنا ما كنت متوقع إنه هو كثير صغير لهالدرجة، بس طلع فعلا صغير، وهذا نوع ثاني منه. هاي المنطقة بتوفر فيها السمك اللي بيستخدموه للصيد كطعم ليصيدوا فيها أسماك ثانية. هاي المنطقة هي نفس شاطئ الخان اللي شفناه من فوق، بس بتشوفوا من نوافذ الزجاجية لتكون أقرب من أسماك القرش اللي بتعيش زي ما قلنا بالخليج العربي وخليج عمان. هذا هو الحوض الأكبر بالإكواريوم، وبضم أنواع مختلفة من الأسماك، وبعد شوي رح ينزلوا الغواصين ليطعموا الأسماك ويعملوا بعملية تنظيف الأحواض. راح أصور لكم هذا الفيديو لتشوفوا. هاي الغواص صار موجود هون، شوفوا كيف راح يقوم بعملية إطعام الأسماك وتنظيف الحوض. واو. العنقيس هو كائن بحري بيعيش في منطقة الخليج. بصراحة أنا أول مرة بشوفه، شكله كتير كبير، وحتى اللي فهمناه منهم إنه هو كتير سام ومؤذي إذا حد تعرض للهجوم. بس تفرج قديش حجمه. سمكة الأسد، وهي كمان من الأسماك السامة والموجودة بمنطقة الخليج، وهي هي على الطبيعة. من الأنشطة اللي ممكن تعملها بإكواريوم الشارقة هي لمس الكائنات البحرية، مثل قنديل البحر، مثل السلطعون، مثل هدول. يعني ممكن ترجع أنت ترفعه مثل هيك وتتصور معه، وتعرف مثلا هو بيكون في حدا عم بيشرح لك عن كيف بيعيش وكيف بيكون موجود في حياته البحرية. هي آخر منطقة بالإكواريوم اللي بتقدر تشوف فيها حوض السمك كلياته من فوق، والكائنات البحرية اللي عم بتكون عايشة على سطح المي. وطبعا بعد الانتهاء انت اذا بحاجه تشرب اي شيء او تاكل لك اي شيء، في هون كافتيريا ومقهى صغير بتوفر الاشياء الاساسيه اللي ممكن تحتاجها. كمان بيوفروا للاطفال خدمه اعياد الميلاد، وبامكانك تتواصل على هذا الرقم هون اذا بدك تحجز لعيد ميلاد باكواريوم الشارقه. واكيد بعد جوله الاكواريوم، فاذا بتحب تشتري اي ذكرى لإلك لتكون عندك موجوده، فبتقدر تيجي هون على متجر الحياه المائيه وتاخذ شيء لإلك. راح نكمل جولتنا بالشارع بمتحف الشارع للحضارة الإسلامية. هذا هو المتحف من برا، ضخم كتير وكبير كتير. هو كان سوق قديم وتم تحويله مؤخرا بأمر من واحد من الشيوخ لمتحف للحضارة الإسلامية. المتحف مقسم إلى صالات، كل صالة بتعرض إشي مختلف من حضارة مختلفة لها علاقة بالمقتنيات الإسلامية. وأول صالة بتعرض فيها مقتنيات الكعبة، اللي تم إهدائها للشيخ سلطان القاسمي. هي هنا القنديل اللي بيكون على الكعبة، وهذا هو السوار اللي بيكون موجود على الكعبة من برا. من الاشياء اللي كتير مهم انك تشوفها بهذا المتحف اللي هو نسخة طبق الاصل لمصحف عثمان بن عفان. الصالة الثانية بالمتحف بتحكي عن الحضارة الإسلامية وشو إنجازاتها بالعلوم والتكنولوجيا. فهلا رح نشوف الأشياء اللي أنجزوها الحضارة الإسلامية على مر العصور.
الفيديو هذا رح ورجيكم فيه الخريطة المقلوبة للعالم، واللي أول من سواها هو كان عالم إسلامي اللي هو الإدريسي. هذا جزء من الأدوات اللي استخدمتها الحضارة الإسلامية بالحروب، وهيك كان شكل القنابل اليدوية اللي كانوا يستخدموها. وهذا هو طبعا إشي كتير مشهور نعرفه، المنجنيق. في عدد من الأجهزة التفاعلية اللي بتساعدك تشوف كيف كانت الطواحين والنواعير شغالة بالزمن القديم، فلما بتضغط على أي كبسة هون رح تصير تتحرك قدامك. المتحف عم بيوفر مجموعة من العملات الإسلامية على مر العصور، وبيوفرها بهذا الشكل، وكمان ممكن تعمل أنت عليها زوم بهذا الجهاز وتتفرج على العملة عن قرب. الطابق الثاني رح أمشي لكم فيه بشكل سريع، وهو بضم عدد من المقتنيات الأصلية للحضارات الإسلامية. وبكل المتحف بتلاقي فيه شاشات تفاعلية إذا حاب أنت تعرف معلومات أكثر عن المكان أو عن المقتنيات، بالإضافة إنه بوفروا سماعات تحكي ب6 لغات لكل الغير ناطقين باللغة العربية.